جدعان، احمد سيد زيزو راح مكتب كابتن حسين لبيب وقال له اترجاك يا كابتن حسين شوف لي حل. انا عايز امضي في نادي الزمالك، شوف حل يا كابتن حسين. كابتن حسين رد عليه قال له انت طلباتك مبالغ فيها واحنا معناش نديك نص الفلوس دي، حتى انت عايز 100 مليون هنجيب لك منين؟ اديك شايف حال النادي اللي عملك، النادي اللي عمل اسم زيزو، النادي اللي الجمهور بتاعه ليه فضل عليك بعد ربنا سبحانه وتعالى. لازم انت تقدر كل ده. كابتن احمد زيزو قال له انا لو عليا كابتن حسين همضي بالفلوس اللي انتوا بتقولوا عليها، هجدد بنفس العقد القديم حتى، بس انت عارف ما ينفعش ان انا اغضب ابويا، ما ينفعش ان انا اعصي كلام ابويا. حتى لو انا جددته برغم ان ابويا مش موافق، ساعتها ربنا مش هيوفقني وابويا غضبان وزعلان مني ان انا مضيت في نادي الزمالك. كابتن حسين لبيب قال له يا زيزو انت الموضوع في ايدك، اتفضل يا كابتن زيزو دلوقتي عشان انا دماغي مش فايقه لك. كابتن زيزو قال له انا مش همشي الا لما تشوف لي حل يا كابتن حسين، خلاص الموضوع هينتهي. فضل ماسك في باب المكتب مش عايز يمشي، والامن بتاع كابتن حسين يشد فيه يقول له اتفضل يا كابتن زيزو مش ما يمشي دلوقتي، اتفضل يا كابتن زيزو. هو ماسك في الباب بتاع المكتب مش عايز، والناس تجر فيه والامن يجر فيه وهو ما فيش، انا مش همشي من هنا الا لما اجدد لنادي الزمالك، لا اما توضعوا لها حل عشان انا مش عايز امشي. بقول لكم يا جدعان من الاخر كده، مفيش حاجه اسمها انتماء، مفيش حاجه اسمها ان انا النادي مش النادي. فرق الفلوس دلوقتي بيزغلل العين. زمان الانتماء بقى ايه؟ ايام الاجيال القديمه. دلوقتي لما الفروقات بتاعت الفلوس ما بقتش بالمليون وبال2 مليون وبالالوفات، لا ده الفروقات بقت بال30 مليون وبال40 مليون، والاغراءات فوق مما تتخيل. فلاعب ابوه هيطلع له مصلحه بتاع 30 مليون جنيه من ضوءه للنادي الاهلي، غير ان هو هيطلع له في السنه بتاع 20 30 مليون جنيه زياده، غير ان هو عارف ان النادي الاهلي دايما بقى بطولاته والكلام دوت وهياخد مكافآت، غير ان هو نفسه يلعب كاس عالم للانديه. فاللي احنا بنقوله بقى زيزو غير امام غير كهربا، كل ده قعدنا نقول على امام كده، قعدنا نقول على كله في الاخر بيمضي وكله في الاخر بيروح. وشكلنا كده هنصحى الصبح مش هنلاقي زيزو ولا في الاهلي ولا في الزمالك، هنلاقيه بيراميدز، ما هي الفلوس اللي بتحكم. سلام.